سلام روزاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة كارينا سبا. في هذه الحلقة إن شاء الله راح نديرو ماسك مفيد جدا للبشرة وبزوج مكونات فقط. نجم الفيديو تاعنا اليوم هو سبيرولينا، واللي هي طحالب خضراء مزرقة طبيعية 100%، يعيشوها في البحيرات المالحة وتكون غنية بزاف بالفيتامينات والمعادن. تعتبر غذاء خارق اللي هو سوبر فود، لأنها فيها بروتين بزاف أكثر من اللحم والدجاج. فيها الحديد، الكالسيوم والمغنيسيوم، وحتى مضادات الأكسدة اللي يحافظوا على البشرة والصحة العامة. سبيرولينا تجي غالبا على شكل بودرة ولا كبسولات، نستعملوها للماسكات أو نشربوها كمكمل غذائي. من الفوائد تاعها أنه تقوي المناعة وتعطي طاقة وتخفف التعب، أيضا تعاون في خسارة الوزن وتنقية الجسم، كذلك مفيدة للشعر والبشرة وترفع الحديد خصوصا للناس اللي عندهم أنيميا. من فوائد سبيرولينا للبشرة أنه تنظف البشرة من الأعماق وتعاون ضد الحبوب وتشد البشرة وتبطئ التجاعيد لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وكذلك ترطب الوجه وتعطي نضارة ولمعان طبيعي وتوحد لون البشرة وتخفف التصبغات، وتعاون بزاف للناس اللي عندهم بشرة دهنية أو مختلطة. الماسك تاع اليوم يصلح لكل أنواع البشرة. ناخذ ملعقة صغيرة من سبيرولينا الغنية بالبروتين اللي تغذي البشرة وتخفف التجاعيد، نزيدو لها ملعقة صغيرة من الياغورت ناتور أو الزبادي الطبيعي الغني بحمض اللاكتيك، وهو مقشر خفيف للبشرة ينحي الجلد الميت ويرطب البشرة. نخلطوه مليح ونطبقوه على الوجه والرقبة وحتى اليدين، ونخلوه بين 10 إلى 15 دقيقة أو حتى يجف، ومن بعد نقشروا البشرة بحركات دائرية لطيفة ونغسلوا بماء بارد ونرطبوا البشرة بمرطب مناسب. نديروا الماسك هذا من 2 إلى 3 مرات أسبوعيا باش تشوفوا نتيجة جيدة. الماسك آمن بشكل عام لكل أنواع البشرة. بالنسبة للبشرة الحساسة ديروا تيست للحساسية، إذا والمكم تقدروا تطبقوه عادي. كان هذا الفيديو نتاعنا اليوم، إن شاء الله يكون فادكم. لمزيد من الفيديوهات المفيدة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وديروا لنا جيم وكتبوا لنا في تعليق واش تحبوا تشوفوا في الفيديوهات القادمة. وفي الأخير ما بقى لي غير نقولكم ابقوا على خير، سلام.